تعالوا النهاردة بقى هعمل معاكم القرص المبسوسة بالسمنة. حاجة كده تحفة، هشة من جوه وناعمة جدا. وهقول لكم على كل التفاصيل اللي تطلع معاكم القرص بالشكل ده، وتطلعها معاكم زي بتاعة الافران بالظبط واحلى كمان. بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. في الاول كده انا معايا كيلو دقيق يكون متعدد الاستخدامات، وتكونوا ضامنين ان هو نوع دقيق كويس علشان ما يشربش مني السمنة او يطرد السمنة اصلا. حطيت عليهم كده رشة من الملح، وحطيت نص كيس من الفانيليا. الفانيليا هنا اختياري، ممكن ما تحطيهاش. معايا كمان معلقتين كده من الشمر، فركتهم في ايديا كده عشان يطلعوا الزيوت والريحة بتاعته. هسيبهم بقى على جنب واجيب كوباية هحط فيها معلقة خميرة كبيرة. انا هنا زودت ربع معلقة كمان عشان حسيت المعلقة ما كانتش مليانة قوي. حطيت عليهم 4 معالق كبار من السكر، ممكن تخلوها معلقتين بس انا بحب الطعم القرص كده يكون مسكر. حطيت عليهم بقى ميه تكون دافيه، مليت الكوبايه وهقلبهم كده مع بعض لحد ما الخميره تدوب كويس، وهسيبها على جنب شويه عشان اتاكد بس ان الخميره شغاله. هنا بقى انا حضرت معايا كده كوبايتين، دول كوبايه ونص من السمنه، حطيت عليهم نص كوبايه من الزيت. هحطهم بقى كده على الدقيق. السمنه هنا تكون سخنه، انا مسيحاها على النار بس مش غلياها. هديهم كده تقليبه بالمعلقه علشان بس السخونيه بتاعه السمنه، ولما السخونيه تهدى شويه هبدا بقى اتعامل بايديا. هبس بقى الدقيق كويس قوي في السمنه لحد ما الدقيق كله يتغلف سمنه. الخطوه دي مهمه جدا، هي اللي هتطلع معاكم القرص ناعمه وبتدوب. بس انا هنا بسيته بقى كده كويس اهو لحد ما الدقيق كله شرب السمنه بالشكل ده. هحط بقى عليهم الخميره اللي دوبتها في الميه، واتاكد ان السكر يكون داب، واعجن بقى لحد ما العجينه تشرب السوائل اللي حطيناها دي. اول ما اتاكد كده ان هي شربت الميه كويس، هحضر كمان كوبايه ميه بنفس الكوبايه، كوبايه كمان كده هحضرها واخليها جنبي. انا هنا حطيت نص الكوبايه، هقلبها برضو كويس لحد ما اتاكد ان العجينه شربت الميه خالص. خليكوا بقى في الكوبايه الاخيره دي حطوا الميه تدريجي عشان انواع الدقيق بتختلف عن بعض. انا هنا العجينه احتاجت معايا ميه تاني فنزلت بنص الكوبايه اللي باقيه. هعجن بقى كويس، هتحسوا في الاول كده ان الميه اللي حطيناها كتير، بس هي مش كتير خالص. مع العجن هتلاقوا الدقيق شرب الميه. وبرده انتوا حطوا الميه بالتدريج لحد ما العجينه تلم معاك وتكون طريه، تكون طريه جدا كمان وناعمه خالص. هيبقى هو ده السمك اللي انا عايزاه للعجينه. هعجن بقى فيها كويس جدا. بصوا شكلها ناعمه جدا. هغطيها بقى واسيبها ترتاح، انا مش هخمرها، ترتاح بس حوالي تلت ساعه او ربع ساعه. جيت بعد كده هنا بقى هقطعها واقرصها. هاخد كده كور صغيره، مش هدهن الصينيه اللي هحط فيها اي حاجه لان هي العجينه مليانه دهون كفايه. فهقرص كده العجين على شكل كور، وهسيب ما بين كل واحده وواحده مسافه عشان لسه هنبططها ولسه هي هتخمر كمان. انتوا لو عايزين القرص تبقى طريه من جوه وعامله زي الفينو كده، انتوا ممكن تقللوا السمنه، هتحطوا كوبايه واحده بس سمنه على زيت. لكن انا كنت عايزاها ناعمه كده وزي بتاعه الفرن بالظبط. طلعت خطيره.
بس هقرص كده كلها بنفس الشكل. العجينة هلمها بالشكل ده عشان خاطر ما تبقاش مشققة مني او القرص يطلع فيه فراغ من جوه. فهلم كده العجينة بالشكل ده، وهي ناعمة جدا جدا. انتوا كمان بقى ممكن تحشوها اي حاجة، ممكن تحشوها عجوة مثلا، وممكن تحشوها جبنة كمان، ممكن تحطوا فيها قرفة وسكر. بس القرفة والسكر بتبقى مع القرص التانية اللي هي طرية شوية. الطرية شوية دي بقى بتحطولها، بتعجنوها باللبن الرايب او لبن قاطع، و... وبيتحط لها كوباية واحدة بس من الدهون، سمنة على زيت بقى او سمنة بس او زيت بس بتبقى كوباية واحدة مش كوبايتين. دي ناعمة خالص وانا بحبها كده، بتبقى بالشمر. ممكن تحطوا كمان ينسون معاها. هبطط بقى الكور بعد ما قرصتها، بس مش هبططها قوي، مش هطلعها رفيعة قوي عشان تبقى حلوة كده وليها طعم وسمك كده حلو. فهخليها تقريبا نص سنتي، وهغطيها بقى كويس عشان ما تنشفش واسيبها تخمر. انا سبتها تخمر ساعة، كانت برضو لسه ما عليتش قوي، مش عايزاها تعلى تعلى اوفر علشان لسه هتخش الفرن وهتعلى تاني. فسبتها كده ساعة. هوريكم شكلها دلوقتي بعد ما خمرت. اهو ده بقى شكلها. بعد كده بقى هدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 200 على اول رف بعد الصاج، لحد ما تستوي وتاخد لون من تحت. هولع بعد كده عليها الشواية اقل من دقيقة لحد ما تاخد اللون ده، وبعد كده هطلعها. مش هغطيها لما تطلع ولا اي حاجة، لان النوع ده من القرص بيكون ناشف سنة صغيرة وفي نفس الوقت ناعم جدا، وبيكون هش من جوه، يعني 3 في 1. فجربوها بقى وقولولي رأيكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب، واستنوني هعمل وصفات تانية كتير. وبس كده، باي.